السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة خلاص كده آخر يوم العيد. هنعمل حاجة حلوة. طبعا العيد الكبير مش كله لحمة، لازم يبقى فيه حاجة حلوة. حاجة حلوة بتاعة العيد الكبير. فالحاجة الحلوة بتاع العيد الكبير هي رقاق بالسكر واللبن والمكسرات. أي نوع عندك، مش لازم مكسرات معينة يعني. أنا عندي زبيب وسوداني وجوز هند فايضين من رمضان. كنت عيناهم في التلاجة. بناخدهم ونخلطهم ببعض طبعا، ونجيب الصينية بتاعتنا الحلوة دي ونحط فيها شوية سمنة حلوين، ونجيب الرقاق مع لبن سخن ونشرب الرقاق باللبن زي ما احنا بنعمل كده. هنعمل كذا طبقة طبعا براحتك. انت تحبي الطبقات، طبقة الرقاق تبقى في الاخر تخينة وحلوة كده، او تبقى يا دوبك حاجة بسيطة، براحتك. دي على حسب ما انت تحبي. انتوا عارفين الصينية كبيرة عن الرقاق. الرقاق دلوقتي احنا بنجيبه جاهز، زمان كان بنعمله في البيت. كانت ماما بتعمل لنا الرقاق قد الصينية دي، ربنا يخليها لنا ويديها الصحة يا رب. ف كانت بتعمل لنا فعلا الرقاقة قد الصينية دي كده بالظبط. فكانت تحط الرقاقة في الصينية مظبوطة، ما نضطرش نعمل اللي احنا بنعمله دلوقتي ونقعد نحط كل حتة بقى. يعني رقاقية تتحط سليمة والرقاقة التانية نكسرها نحط الأماكن اللي لسه ما تحطش فيها. هبقى أنا بحط 3 طبقات، وبعدين أحط الحشو بتاعي وتوزعيه كويس. والسمنة بتحطي بين كل طبقة وطبقة شوية سمنة كده، شوية بساط يعني عشان ما تبقاش تقيلة. وبعدين ترجعي تعيدي الكرة تاني وتمسكي رقاقة برقاقة كده وتشربيها لبن وتحطيها فوق الحشو، تعملي 3 طبقات تانيين. وبعد ما نخلص خالص الطبقات كلها بتحطي شوية سمنة كده برضو على الوش، وتدخليها الفرن على درجة حرارة عالية. انا حطها على الشبكة ومعلية الفرن بتاعي على اعلى حاجة زي ما انت شايفة كده. وبعد كده بقى تجيبي رقاق صغير كده، قطع صغيرة تزودي بيها الاماكن اللي فاضلة. كده خلصنا اهو. وبتشربي شوية كده على الوش، مجرد سقسقة كده يعني، ما تزوديش، لانه شوفي شارب لبن كويس فمستطري اهو. وتحطيه في الفرن، وعقبال ما هو في الفرن بنعمل شوية شربات حلوين. الشربات معروف يعني، انا عاملة 2 سكر على 1.5 مية. شرباته بيبقى خفيف، بيبقى سخن والرقاق سخن، ونسقيه كويس كده بشوية الشربات دول. وبعدين تغطيه بالصينية كويس، صينية تكون محكمة عليه كده عشان البخار اللي يطلع يطرها لك ما تبقاش ناشفة. لو انتي بتحبيها ناشفة ما تغطيهاش. اهي بنغطيها كويس ونسيبها كده قد ربع ساعة ولا حاجة، 10 دقايق. وكمان تستهدى عشان تعرفي تقطعيها. بقطعها اهو وهوريها لكم من جوه دلوقتي مع بعض اهو، شايفين؟ عشان بردت عرفنا نقطعها، عشان مستوية من حلوة من تحت ومن فوق 100 100.